أهلا بيكم في فيديو جديد. مين فينا ما بيحبش يعيش حياة هادية وسعيدة؟ أكيد كلنا نفسنا نعيش حياة هادية وسعيدة، لكن أوقات بنحس إن السعادة بعيدة عننا. النهاردة هشاركك 5 مفاتيح بسيطة هتفتح لينا أبواب السعادة إن شاء الله. بس لو عرفناها كويس جدا وحاولنا كل يوم وبرمجنا عقلنا عليها، حياتنا هتتغير 180 درجة. مين فينا ما بيحبش يعيش حياة هادية وسعيدة؟ في ناس بتصحى كل يوم الصبح تبص حواليها وتقول لنفسها الحمد لله على النعم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في ناس أول ما بتقوم الصبح بتكون راضية عن حياتها، راضية عن وضعها الاجتماعي، راضية عن حياتها بشكل عام. وفي ناس تانية أول ما بتقوم الصبح بتكون متضايقة وحاسة إن هي مخنوقة، بس مش عارفة ليه ومش عارفة إيه السبب، في حين إن هي ممكن تكون عايشة في نعم بس هي مش حاسة بيها. فإحنا النهاردة عندنا 5 مفاتيح علشان نوصل للسعادة. أول مفتاح هنتكلم عنه النهاردة هو مفتاح القبول. يعني إيه القبول؟ إن أنا أعيش بالقبول، يعني قبل نفسي وقبل ذاتي، راضية عن نفسي وراضية عن مجتمعي وراضية عن عيشتي وراضية عن حياتي. حتة الرضا دي مهمة جدا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. كون إن الإنسان يكون راضي عن حياته وحاسس بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهاله، دي بتفرق كتير في نفسية الإنسان وفي برمجة عقله، لأن عقلنا ده لو ما تبرمجش على الحاجة الصح بيتعب الإنسان جدا وبيخليه يعيش حياة تعيسة. فالإنسان هو المتحكم إن هو يبرمج عقله للصح. أول حاجة إن أنا أكون راضي، أرضى عن حياتي. لو أنا أول ما فتحت عين الصبح كده قلت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله ان انا قمت وقفت على رجليا، الحمد لله ان انا قمت ومشيت، الحمد لله ان عندي وظيفة واقدر اروح وظيفتي، الحمد لله على نعمة الاولاد، على نعمة الصحة، على نعم كتير. لو قعدنا نعد النعم فعلا لا تعد ولا تحصى. النعم كتير، بس الانسان للأسف بينسى حتة الشكر والقبول، ان هو يقبل حياته، يكون راضي عن نفسه، يكون راضي عن عيشته، وان انا اقبل الوضع اللي انا عايش فيه. انسى الماضي، ما اقعدش افتكر كل يوم مشاكل حصلت في الماضي او مواقف او ذكريات سيئة. الذكريات دي ممكن ان هي تخلي يومي مش سعيد خالص. دماغي ده ممكن يقعد يشتغل ويجيب لي كل الأحداث ويجيب لي كل ذكريات الماضي. علشان إيه؟ علشان عايز يعكنن علينا ويحسسنا بالتعاسة والحزن، لأن الشيطان يعدكم الفقر إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يفضل في دماغي يجيب لي الأحداث من الماضي، فلانة قالت، فلانة عادت، طب كان قصدها كذا، طب كان ده علشان كذا. كل ده ليه؟ علشان يعيشنا في كآبة وفي حزن وفي تعاسة وهو يكون سعيد. فاحنا ليه نستسلم للواقع ده؟ لا، احنا المفروض أبرمج نفسي على حاجة معينة، ان الماضي خلص خلاص. كل ما عقلي يجيب لي حاجة من ذكريات في الماضي، من حاجات تضايقني، اقول له خلاص الماضي ده خلص انتهى. احنا في النهاردة احنا هنبدأ صفحة جديدة. اغير تفكيري خالص، ما افضلش عايش في الماضي. اي حاجة احس ان هي تضايقني وهتبوظ عليا يومي انساها خالص، اشيلها من حياتي، امحيها. ان الانسان يتقبل الوضع اللي هو فيه، وان الماضي خلص وانتهى مهما كان. نقول لنفسنا كل يوم الماضي خلص وانتهى. ما تبصش ولا تلتفت ولا تبص للي فات خلاص. ولا يلتفت منكم أحد. انت لما تبص وراك انت بترجع نفسك خطوات وخطوات، بتأخر نفسك سنين. علشان كده نخلي الكلمة دي قدامنا كل يوم، ولا يلتفت منكم أحد. أنا في النهاردة، أنا في اليوم الجديد اللي بدأ، إزاي أبدأه بنشاط، إزاي أغير مودي مهما حصلت المواقف. ما اديش للموقف أكبر من حجمه، لا أعدي، لأن الحياة أسهل من كده بكتير. بس إحنا اللي بنصعبها على نفسنا، إحنا اللي بنكبر المواضيع، إحنا اللي بنديها أكبر من حجمها. لا،
يحصل مهما يحصل نحاول. انا مش هقول ان كل المواقف اللي بتحصل، او احنا بشر، وشيء اكيد ان احنا في مواقف نقدر نعديها بكل بساطة، وفي مواقف بتكون صعبة شوية، بس احنا نحاول نبرمج عقلنا، نحاول نيجي عليه شوية، نقوله لا، احنا لازم، احنا خلاص الموضوع ده انتهى، خلص خلاص، اخد حجمه وانتهى، ولا وابدأ في الجديد. مش كل يوم اعيش في نفس الاحزان واقعد اعيش على الماضي وعلى احزان الماضي. كده مش هلاقي صحتي، مش هلاقي نفسي، مش هلاقي وقت لبيتي، مش هلاقي وقت لعيالي. كل ده علشان ايه؟ هو خلاص الموقف عدى. وهو تعالوا للمفتاح التاني. علشان تكون سعيد لازم تخلي الحياة بسيطة. الحياة فعلا بسيطة، مش معقدة ولا محتاجة تعقيد. احنا اللي بنصعب الأمور على نفسنا وعلى غيرنا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فعشان كده احنا لازم نبسط يومنا، نخلي فيه وقت لنفسنا، نبسط علاقاتنا مع الآخرين. مش كل يومي تليفونات ومضغوطة ومش لاحقة أعمل. لازم ألاقي وقت لنفسي، وقت لعيالي، وقت لبيتي، وقت لراحتي. يعني أكون عارفة إن وقت راحتي طالما تعبانة وفي حد بيتصل، لا، أنا لازم أعطي الوقت نفسي راحة، وقت راحة أرتاح فيه. الوقت ده مش مسموح لحد إن هو يكلمني فيه. ولكن ما نقعدش نيجي على نفسنا. لما بنيجي على نفسنا وبنضغط فترة كبيرة، ده بيوصلنا لدرجة صعبة، لدرجة ممكن درجة الانفجار، إن الإنسان ما عادش قادر. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لازم أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى كل إنسان ما كلفوش إلا الحاجة اللي يقدر عليها. فما ينفعش إن أنا أكلف نفسي فوق طاقتها. لا، أكون عارفة إن في وقت النهاردة لراحتي من الساعة كذا للساعة كذا، وقت لنفسي، وقت لعيالي، وقت لتنمية مهاراتي، وقت للتعلم، وقت اللي هخرج فيه، وقت أنظم يومي من بداية يومي. ما اسمحش للشيطان من بداية يومي إن هو يسيطر عليا. المفتاح الثالث هو الامتنان. الامتنان يعني الشكر لله عز وجل. الامتنان مش مجرد رفاهية أو كلام حلو. الامتنان ده علاج رباني للقلب وللعقل، بيبدل حياتنا وبيغير نظرتنا لكل حاجة. إن أنا أعيش وأنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، ده بيزيد البركة وبيفتح أبواب الخير والرضا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني احنا كل ما نشكر ربنا ونحس بالنعم اللي عندنا، ربنا هيزيدنا من نعيمه. لكن يكون ان الانسان يكون جاحد ويكفر بالنعم، ده احنا بس لو بصينا في النعم اللي في جسمنا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللمس، نعمة التذوق، كل دي نعم مش هنقدر فعلا نوفي شكرها. ولكن ان الانسان يقوم الصبح ويقدر يقف على رجليه ويتحرك ويروح شغله. كلنا بنروح الشغل واحنا متضايقين، مفيش حد بيروح شغله وهو مبسوط ولا مرتاح او بتبقى الحياة سعيدة. اكيد هي الحياة كده فيها اختلافات، ولكن كل دي نعم ان انا ماشي وقادر. علشان كده لازم نشكر ربنا على النعم، واكون ممتنة لكل شيء في حياتي. المفتاح الرابع هو ضبط الحدود. يعني ايه ضبط الحدود؟ اعمل لي حدود شخصية. الانسان لازم يكون عنده حدود واضحة، يعني ما يكونش متاح في كل وقت، ما يتكسفش ولا يخلي حد يستغله. في حدود لازم نخليها قدامنا، ما نتعدهاش. ما ينفعش اجي على نفسي طول الوقت. لازم اقدر نفسي، لازم احمي نفسي. مش كل وقت اكون متاحة للناس كلها، ان حد يكلمني يتصل بيا في اي وقت، ياخد من طاقتي، ياخد من مجهودي. محدش هيحافظ عليها غيرك انت اللي هتحافظ على نفسك، انت اللي هتحط لها الحدود. امتى اكلم فلان وامتى ما اكلمش فلان، امتى بكون فاضي وامتى ما ينفعش ارد على حد. لازم احط لنفسي حدود. ليه؟ علشان مش كل الوقت اكون مضغوط، مش كل الوقت اكون متاح. تعالوا للمفتاح الخامس، هو الاهتمام بالنفس اولا. ان انا لازم اهتم بنفسي. الانسان ده زي البطارية،
لازم تتشحن. لو أنا مش سعيدة مش هقدر أسعد اللي حواليا، مش هقدر أفرحهم أو أدعمهم. لازم نومي أول حاجة يكون كويس، يكون جيد، يكون كافي، أخد قسط كافي من الراحة. لازم أكلي يكون أكل صحي ومتوازن. لازم أكون منورة الدنيا علشان أقدر أنور اللي حواليا وأسعدهم وأدعمهم. أهتم بنفسي، أهتم بحياتي، أهتم بذهني، أهتم بتطويري. أقرأ كل يوم ولو جزء في كتاب قبل ما أنام، أسمع بودكاست، أتعلم حاجة جديدة، أنمي مهاراتي. لأن السعادة دي اختيار ومفاتيحها في إيدك أنت. ابدأ بالقبول أول حاجة. إحنا لازم نبدأ بالقبول، نقبل حياتنا، ننسى الماضي. أقول لنفسي الماضي خلص وانتهى، الماضي خلص خلاص. تاني حاجة أبسط الحياة، أجعل الحياة بسيطة. الحياة ما اديش الأمور أكبر من همها. أعرف إن الشيطان عايز يحزني، لا، أنا هقاومه. أنا إن شاء الله هكون سعيد. أسعد نفسي ولو بحاجة بسيطة جدا، لو بكوباية قهوة، لو بكوباية شاي، وأقعد في مكان هادي مع نفسي، أقعد مع نفسي أتكلم معاها. تالت حاجة الشكر والامتنان، إن أنا أكون ممتنة لله عز وجل على نعمه. أفتكر الناس اللي في المستشفيات والناس اللي تعبانة والناس الفقيرة، واعرف ان الامتنان والشكر ده ممكن يغير حياتي. انا لما برمج حياتي للافضل، حياتي هتتغير 180 درجة. عقل الانسان ده كتلة بسيطة، هي اما يوجهه للخير يا اما يوجهه للشر. فانا لما اوجهه لطريق السعادة، طريق الفرح، ان انا ما اكبرش الامور، ما اقعدش اعيش في الماضي واشيل هم حاجات كتير. كل ده عبء عليا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علشان كده لازم برضو أحط لنفسي حدود، ما كنش متاح في كل وقت. ما اقعدش اضغط نفسي لحد ما اوصل لدرجة صعبة. لازم احط لنفسي حدود. لازم احب نفسي واقدرها واحترمها. مش كل حد يجي ويستغلها. حياتي انظم الحتة حواليا، المكان حواليا لو كان هادي ومنظم، الانسان كده بيقعد يحس براحة. نخلي المكان مش شرط يكون فيه حاجات كتير جدا وحاجات مبهرة. في مكان لو حاجة بسيط ومترتب بيريح النفس وتحس بهدوء وبسعادة. علشان كده لازم انظم نفسي من الداخل ومن الخارج حواليا. عمرنا ما هنحس بالسعادة إلا إذا عشناها من جوه ومن بره، من الداخل ومن الخارج. بجد حياتنا هتفرق كتير لو عشنا بالخمس مفاتيح دول. أتمنى يا رب إن انتوا تكونوا في أحسن حال وفي صحة وفي سعادة وفي هنا باستمرار يا رب. يا ريت ما تنسوناش من اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.